شنو أكثر شيء أثر على صحتنا، التغذية ولا الضغوطات؟ أول شيء تخيلوا أن مثل جسمكم مثل قرية، القرية هذه فيها جنود يحمونها. الحرب أو الغزو مثلا، إذا الجنود أقوياء وجاهزين يعني تغذية زينة، فالحرب ما تأثر واجد يعني والقرية تظل آمنة. أما إذا الجنود ضعاف من تغذية سيئة بين قوسين، فأي ضغط بسيط يدمر القرية. لذلك التغذية هي قوة الجسم والضغوطات هي الهجوم. عشان كذي التغذية القوية تخلي الجسم يتحمل الضغوطات ويقاومها. يعني الإجابتين صح. الله. اشرب قهوتك وطبطب على نفسك واشتري اعصابك. كده كده الكوكب مش مكمل كتير.